عمرك صحيت الصبح وقلت النهارده هبقى انسان جديد، هتمرن وهشتغل وهعمل كل حاجه، ولكن بعد 10 دقايق سبت كل ده ومسكت تليفونك يا صديقي وبقيت تتفرج على فيديوهات القطط؟ ولكن السؤال هنا، هل احنا فعلا كسلة ولا في حاجه جوه دماغنا هي اللي بتخلينا نكسل؟ الحقيقه ان الكسل ده مش عيب فيك، ده اختراع عبقري بيطلع من مخك. تخيل انك رجعت 10,000 سنه لورا، مفيش تلاجات، مفيش سوبر ماركت، لو جعان لازم تصطاد، والموضوع ممكن ياخد منك ساعات واحتمال تموت في النص. علشان كده مخ الانسان اخترع فكره عظيمه، انه يوفر الطاقه دي على قد ما يقدر. يعني لو في اختيارين، انك تجري او تقعد، مخك يقولك يا عم اقعد، متتعبش قلبك. المشكله بقى ان احنا مش عايشين من 10,000 سنه، احنا عايشين دلوقتي، والاكل حوالينا في كل حته، والراحه موجوده طول الوقت. والاخطر بقى الموبايل، دوبامين، كل فيديو، كل اشعار، كل لايك، ده بيدي دوبامين للدماغ. مخك بيديك حاجه اسمها مكافاه، بيقولك برافو عليك، خليك هنا. فالخلاصه يا صديقي، المشكله انك مش انسان كسول، المشكله ان مخك متبرمج على انه يوفر طاقه، والعالم حوالينا مليان حاجات بتسرق انتباهك. علشان كده يا صديقي، المعركة الحقيقية مش بينك وبين الكسل، المعركة الحقيقية بينك وبين مخك. Enjoy.